السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه ديال الانشوبه في الفريغو. كتحافظوا عليها مده طويله في الفريغو، بحال هكا الا كانت عندكم الحوت كتير. هاد الطريقه غادي ديروها للسردين ولا الانشوبه ولا اللي عندكم الماركه ديال الحوت اللي عندكم. هنا عندي انا الانشوبه، هاد الصغيره هكا، غادي نقيها ونرجع معكم. هاد الطريقه اللي غادي نوريكم تحافظوا على الانشوبه في الفريغو، راه كتجي سهله. الوقت اللي بغيتوها كتجبدوها وتقليوها ديريكت بلا ما تستناوهاش تتلاقوا وتبداو تنقوا. غادي نقيها انا كلها بهذه الطريقه. غادي نحيد لها غير الراس ديالها. هنا من بعد ما نقيتها غادي نغسلها مزيان، ضروري تغسل مزيان. نغسلها مزيان وغادي نصفيها من هذا الماء، ما يبقاش فيها الماء باش ندير فيها العطريه ديالها. الناس اللي كيكون عندهم الحوت بزاف وكيجيبوه بزاف يديروا بهذه الطريقه. اللي كيجيبوا الحوت بالكثره كيبقى في الفريغو. هنا حطيتو كيتسقطر، غادي ندير فيه العطريه. هنا غندير واحد شويه ديال الحامض، نعصر فيه واحد شويه ديال الحامض. غادي ندير شويه ديال البزار. هنا تقدروا ديروا العطريه اللي كتبغوا نتوما في الحوت، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انا هنا. الواحد كيفاش كيدير الحوت. درت شويه البزار، درت شويه السكنجبير، درت شويه الكمون، غندير شويه ديال الخرفون فوق ما غير تيعطي اللون. تقدروا ديروا اي عطريه نتوما كتبغوها. غندير شويه ديال الملحه، وغادي ندير واحد شويه ديال ضريس ديال الثومه غنحكو. هنا من بعد ما تسخطر ليا الحوت غادي نرجعوه هنا ونخلطو مزيان. تقدروا ديروا حتى القزبور، انا ما غاديش نديرو، غادي نخليه غير بحال هكا. صافي من بعد ما درت ليه التشرموله ديالو غادي ندوز معكم. هنا غندير الدقيق، وغادي نجيب واحد بلاطو فاش نحط نستف ندير الدقيق وندير معاه شويه ديال السميده الرقيقه ديال الحلوى، نخلطها معاه كتجي فيه ديك التقرميشه. غادي نخلطو.
هنا غنجيب البلاطو، درت البلاطو ودرت فيه فرشت عليه الميكا، البلاطو اللي غادي يدخل لهذا الفريغو. غادي نهز لانشوبه، غنديرها بحال الطريقه هكا، بحال غادي نقليها. كندير وحده وحده وحده. وتفرقوهم باش ما يلصقوش ليكم. تنكمل كلشي الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. نصفهم كلهم بهذه الطريقه ونرجع معكم. هنا من بعد ما ستفتو كله ضروري تخلوا الفرق بيناتهم باش ما يلصقوش. غادي ندخلو الفريغو حتى يجمد مزيان، عاد نخرجو ونديرو في الميكات. هكا كيكون عندكم الحوت موجود وكيحافظ على المذاق ديالو. هكا ملي كتكونوا مزروبين ولا هذا كتجبدو وكتقلو، كيجي زوين ولذيذ وسهل وما كيطلبش الوقت بزاف. شفتو كي كيجي. انا دابا غادي ندخلو للفريغو حتى يجمد، عاد نديرو في ميكا اخرى. هنا من بعد ما تجمد الحوت غادي نديرو في الفريغو، غنديرو في ميكات. راه ما كيلصقوش واخا تجمدوا بوحدهم، ما كيلصقوش. غنديرو بحال هكا وغادي ندخلو للفريغو الوقت اللي بغيتو كنجبدو. غنشارك معكم نوريكم هنا من بعد ما سخنات الزيت غادي نشارك معكم ملي خرجتهم من الفريغو شو راه كيبقى. غادي نقليه ونرجع معكم. شفتو كي كيجي ملي كيتقلى. ها الحوت من بعد ما تقلى، ها الحوت اللي كان مجمد شفتو كيجي طري، كيحافظ على المذاق ديالو. شفتو كي تيجي. يلا الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك، تشاركوا الفيديو مع الحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم هكا باش نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. يلا السلام عليكم.